السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندكم شجرة ريحان وعايزين تحافظوا عليها عمرها يبقى أطول وكمان تدينا نموات خضرية باستمرار، يبقى لازم تتابعونا لنهاية الفيديو عشان تحافظ على عمر شجرة الريحان أو أي شجر زينة عندنا. لو طلع شماريخ أو بذور زي كده يبقى لازم نقصها فورا. لو احنا مش هنستخدمها، ممكن لو عايزين نستخدمها تسيب عرفه او حاجة وما نقصوش. يعني شايفين ده احنا كنا قصينه اهو، بدأ يدينا نموات خضرية. كل اللي احنا محتاجينه كل الشماريخ البذور دي لازم نقصها او نعمل عملية تقليم كويس للشجرة عندنا بحيث يبقى شكلها في النهاية زي ما هوريكم. كمان لو في عرف مايل زي ده كده نقصه. هنعمل لها عملية تنظيف نظافة ان شاء الله. تتفرجوا على الشجرة دي بعد عملية التقليم اقصد، يعني بعدها ان شاء الله يبقى كل اللي هيشتغل فيها هي نموات خضرية فقط. دي بذور جافة اهي كده، لان انا ما كنتش عملت لها تقليم بقالي فترة كبيرة، فانا عملت لها تقليم جائر. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ ارجعوا لاول الفيديو شوفوا دلوقتي بقى عامل ازاي. وده في الاخر شكل الشجرة معانا. انتظروها ان شاء الله، هبقى اوريكم شكلها بقى عامل ازاي بعد ما تشتغل باذن الله.